انا امي ماتت لوحدها من غير ما حد بيسأل عليها ولا يعرف عنها حاجة، لحد ما الجيران هم اللي اتصلوا بينا بعد ما ريحة امي طلعت. وساعتها رحنا وكل الناس كانوا بيبهدلونا وبيشتمونا وبيقولوا انتوا فين وازاي سبتم امكم توصل للحال ده؟ امكم مخلفة 5 ومحدش فيكم عنده رحمة وكان واخد باله منها للدرجة دي ممكن الدنيا تشغلكم عن اقرب الناس ليكم. احنا كنا 5 وكلنا المفروض ان احنا كنا بنحب امنا، لكن للأسف الدنيا خدتنا وكل واحد فينا بقى معتمد على التاني. انا معتمدة على اختي واختي معتمدة على اخويا، واللي يروح مرة هي يلوم على التاني انه ما راحش، يقول له ما تروح انت انا مش فاضي، وده يلوم ده وده يلوم ده، وكل واحد فينا في ملكوته ومحدش بيسأل على امه خالص. وامي كانت مريضة لحد ما وقعت في الحمام وهي لوحدها، معرفتش حتى تستنكد بينا ولا تكلمنا، وربنا استرد امانته. هو معرفناش غير بعد اسبوع، بعد ما الجيران اتصلوا علينا وقالوا لنا امكم قابلت وجه رب كريم وكانت لوحدها في الشقة وما كانش في حد معاها. ساعتها كلنا حزننا وعيطنا وبقينا مش قادرين نبص في عينين بعض. كل ما نيجي نبص في عينين بعض نحس اننا كلنا متهمين. اصلا انا هتهم اخويا ازاي؟ هو انا نفسي كنت مقصرة وهي هتتهم اخوها ازاي؟ وهي كانت مقصرة وهو هيتهمني ازاي وهو كان مقصر؟ كلنا كنا مقصرين. في الاخر النتيجة ان امي راحت وارتاحت. انا لما بقيت خفت قوي الدنيا تعمل فيها زي ما عملت في امي. خفت ابقى لوحدي مخلفة وفي الاخر ابقى وحيدة وابقى ماليش حد. علشان كده قررت ان اخلي اولادي يفهموا ان هم اغبياء ويفهموا عن بعض اللي ما ينفعش ام تعمله، لكن انا كنت بعمله عشان قصده. انا مخلفة 3 صبيان، 3 صبيان كانوا بيحبوني، وال3 صبيان كانوا في منتهى الحنية عليا، لكن انا خفت ان هم يفضلوا فاهمين ده، فكل واحد يرمي الحمل على التاني، وده يعتمد على ده وده يعتمد على ده، ويبقى مصيري زي امي. فقررت ان كل ولد من ولادي افهمه ان هو الابن المفضل، واني انا ما عنديش غير هو بعد ربنا طبعا، وان لولا هو ان هو شايلني كان زماني ما بقاش ليا حد، خاصة ان ابوهم مات تقريبا بعد 13 سنة من جوازنا. كان ابني الكبير عنده 13 سنة وابن الصغير لسه ما كانش دخل مدرسة ابدا. انا اللي ربيت وتعبت وشقيت، عملت المستحيل عشان يطلعوا كويسين، والحمد لله طلعتهم رجالة بمعنى الكلمة. فيهم اللي شق طريقه وسافر برا مصر، وفيهم اللي اشتغل في محافظة تانية، وفيهم اللي جنبي وقريب مني، لكن قررت ان افهم كل واحد فيهم ان اخوه غبي واني ماليش غيره بعد ربنا، وده اللي انا كنت بعمله. خفت لو فهمتهم هما ال3 ان هما حنينين يعتمدوا على بعض ويحصل لي نفس اللي حصل لأمي. هو أنا مش قد إن يحصل لي نفس اللي حصل لأمي. أكيد أمي ماتت مقهورة وأنا مش عايزة أموت مقهورة. كان ابني لما يدخل عليا هو اللي قريب مني هو اللي كان بيجيب لي العلاج، وكان عارف إن المعاش قليل جدا وما كانش بيخليني محتاجة حاجة، وأنا طول الوقت بشتكيله وأقول له يا ابني مفيش، وأقول له لو ما كنتش أنت في حياتي أنا مش عارفة كنت هعمل إيه. شفت اخواتك، شفت قد ايه قاسين عليا، ربيت وكبرت وهم قاسين عليا يا ابني. شفت ما بيسألوش عليا ازاي، وهو طول الوقت يخفف عني ويقول لي ما تزعليش يا امي ولا يهمك يا امي انا جنبك مش هخليكي محتاجة حاجة. وطبعا كنت بعمل مع ال2 التانيين كده. الكبير كنت اكلمه وهو في الغربة واقول له قد ايه الظروف صعبة وقد ايه انا محتاجة وقد ايه انا مش لاقية حد يجيب لي العلاج، هو ان اللي ساكن جنبي ما بيسألش عليا واللي في محافظة تانية ما بيسألش عليا. كان يقول لي اللي انت عايزاه لو لبن العصفور يا امي انا هبعتهولك ما تشيليش هم اي حاجة. وكان بيبعت لي فلوس وكنت بروح استلمها من ورا ال2 التانيين، واللي كان في محافظة تانية كنت بكلمه واقول له ان ال2 التانيين اخواتك ما بيسألوش عليا يا ابني، علشان هو كمان يبعت لي فلوس ويهتم بيا. وكنت بقول اول ما تنزل
اجازة؟ عرفني وقولي هو انا اللي هجيلك، ما تجيش انت. اصل انا يا ابني عايزه اغير جو من كتر القعده لوحدي. هو انا مفيش حد بيسأل عليا يا ابني. فضلت مفهماهم التلاتة نفس الطريقة، وفضلت اتعامل بنفس الطريقة، ده علشان محدش يعتمد على التاني. كنت طول الوقت عارفة ان انا غلط، وعارفة ان انا بكرههم في بعض بالطريقة دي، لكن ده الحل الامثل علشان ولادي ما يقسوش عليا، او علشان ما يرموش حملي على ولاد التلاتة، وده يعتمد على ده وده يعتمد على ده. انا ما كنتش حمل كده، لحد ما في يوم تعبت ودخلت المستشفى. ساعتها ابني اللي كان قريب مني هو اللي جري بيا ودخلني المستشفى، وساعتها كلمهم بمنتهى القسوة، كلمهم وقال لهم امكم تعبت ودخلت المستشفى، ويا ريت كل واحد فيكم يخلي عنده دم ويجي يشوف امه. طبعا هم كانوا فاهمين ان اخوهم بيقول لهم كده علشان هم مسافرين وفي شغل وفي محافظة تانية. وفي اليوم ده هم التلاتة راحوا البيت علشان يجيبولي شوية حاجات، ولسه بيفتحوا الدولاب، وكنت انا كل ما يتوفر معايا فلوس كنت بروح اشتري بيه دهب. المهم ان انا كان في صندوق شايله فيه الدهب، وهم بيفتحوا الدولاب الصندوق وقع، والتلاتة شافوه، والتلاتة بصوا لبعض باستغراب وما بقاش فاهمين هو الدهب ده بتاع مين. كل اللي احنا عارفينه ان امي ما كانش معاها فلوس، وكل اللي احنا عارفينه ان امي طول الوقت بتشتكي، وان هي عايزه طول الوقت، وطول الوقت كانت بتتكلم على الفقر، وان هي ما معاش. امال الدهب ده بتاع مين؟ وابتدى كل واحد فيهم يقول الدهب ده بتاعي، انا اللي كنت ببعت لامي. ابني اللي كان جنبي يقول انا اولى بيه، ده انا اللي كنت جنبها وبصرف عليها، واكيد هي كانت بتوفر من فلوسي وبتشتري الذهب. والتاني اللي كان بره مصر قال لا، ده انا اللي كنت ببعت لها، هو مع كل حوالة انا معايا ارقام الحوالات والحوالات اللي كنت ببعتها لها، واكيد كانت بتجيب ذهب من فلوسي. حتى اللي كان في محافظة تانية قال نفس الكلام. والتلاتة طبعا في كره جواهم، فابتدى يتخانقوا مع بعض، لحد ما ابني اللي كان قريب مني قال لهم ده مش وقته الكلام ده، امكم في المستشفى واحنا كنا جايين نجيب لها شوية حاجات، ده مش وقت الخناقات واللي انتوا بتحكوا فيه. وجرينا كلنا على المستشفى، والدكتور قال امكم في غيبوبة وربنا يسترها عليها، لو فاقت يبقى في امل ان شاء الله. وفعلا قعدنا اكتر من 24 ساعة قاعدين نبص لبعض، هو كل واحد فينا شايف ان التاني غبي على امه، هو ان التاني ما يستاهلش الوقفة اللي واقفها، لدرجة ان كل واحد فينا عايز يقول للتاني انت ايه اللي جابك هنا؟ هو انت دلوقتي جاي تعمل فيها حنين على امك؟ بقالك سنة وسنتين وتلاتة وانت ما تعرفش عنها حاجة. وفعلا الاتنين اللي كانوا متغربين كان بقالهم سنتين منزلوش القاهرة ولا شافوا امهم، لحد ما امهم فاقت، وابتدوا التلاتة يبقوا مستغربين، لان امهم اول ما فاقت سألت عليهم التلاتة. طب مش المفروض الاولى ان هي تسأل على القريب منها واللي كان بيعطف عليها، اللي كان حنين عليها؟ لكن الام لما سألت على التلاتة. ساعتها ابنها اللي كان قريب منها اول واحد دخل، هو قال لها يا امي طمنيني عليكي، اخواتي بره ما تقلقيش، اول لما عرفوا ان انتي تعبانه جريوا علشان يطمنوا عليكي. دخلوا التلاتة، والتلاتة ما بقاش عارفين ايه الحقيقه وايه اللي بيحصل، وده يقول انا كنت بديها وده يقول انا كنت بديها، وحسوا ان في لغز. سابوها ترتاح، والتلاتة طلعوا قعدوا مع بعض واتكلموا، وابتدى كل واحد يقول هو كان بيعمل ايه معاها. اللي بره مصر كان بيقول والله العظيم انا كنت ببعت لها بدل الحوالة 2 و3 في الشهر، انا عمري ما خليتها محتاجة حاجة، وعمري ما كنت اتخيل ان هي تفهمكوا عني كده، ده انا كنت بكلمها فيديو وبعت لها موبايل وكنت بكلمها فيديو دايما، عمري ما تخيلت ان هي تكون مفهماكوا ان انا غبي ووحش. التاني قال نفس الكلام، حتى اللي كان قريب منها اتقال عليه ان هو ما كانش بيسأل وان هو ما كانش بيجي، واخواته قالوا له قربك منها، انت قريب منها، انت ما كنتش بتروح. قال لهم ازاي؟
انا كنت قريب منها واقرب واحد ليها واقرب واحد في كل تفاصيلها. ازاي تقولوا كده؟ انتم اكيد اتجننتم. المهم ان حسوا ان في لعبة، فقرروا انه يعملوا ان هم ما يعرفوش حاجة، وكل واحد فيهم يدخل لوحده ويتكلم مع امه ويسمع الاتنين التانيين الكلام اللي هيدور ما بينه وما بين امه. ومش بس كده، ده هيقول لها ان هو بيتعرض لموقف صعب، وساعتها هيشوف الام هتقف جنب مين من التلاتة. وفعلا دخل الاول، واول واحد دخل كان القريب منها. قال لها يا امي بجد انا كنت هموت لو جرالك حاجة، انت عارفة ان انا ما كنتش بيعدي يوم عليا اللي لازم اشوفك وابقى جنبك. ساعتها قالت له طبعا يا حبيبي، هو انا ليا غيرك؟ ده انت الحنين، ده انت اللي ليا. ساعتها قال لها انا بمر بظروف صعبة يا امي ومش عارف اعمل ايه، انا عندي مشكلة كبيرة في الشغل وهو محتاج مبلغ. لكن امه ردت وقالت له اتصرف يا حبيبي، اتصرف واستلف من اي حد، انت عارف انا لو معايا ما استخسرش فيك ابدا. ساعتها هم سمعوا هو وهي بتقوله ان هو كان بيسأل عليها وان هو ما يقدرش يبعد عنها ولا هي تبعد عنه. خرج هو بعد شوية، دخل التاني نفس الكلام، وهو طلع التاني وشوية ودخل التالت نفس القصة ونفس الحوار، وما ساعدتش حد فيهم ابدا. ساعتها ابتدوا يقولوا في حاجة غلط، منين بتنكر واحنا شايفين بعينينا صندوق ذهب في الدولاب تقريبا في الوقت ده اقل حاجة 250,000 جنيه، ازاي بتنكر وتقول ان هي ما معهاش؟ اول ما خفت ورجعت البيت اتجمعوا التلاتة حواليها وابتدوا يواجهوها. هو قالوا لها احنا عايزين نفهم ازاي اي ام بتبقى عايزة ولادها يقربوا من بعض ويحبوا بعض ويبقوا فعلا مستنيين اللحظة اللي يتجمعوا فيها، واحنا يا امي بسببك كرهنا بعض وكل واحد فينا كان شايف ان التاني غبي، حتى ان احنا نعاتب بعض في التليفون ما بقيناش نعملها من كتر ما انتي مشيلانا من بعض. كنت طول الوقت تقولي اخوك اللي برا مصر ما بيسألش، واخوك اللي في محافظة تانية ده غبي وجامد، وطول عمره انا كنت عارفة انه عمره ما هيسأل عليا ولا هيكون بر بيا ابدا. حتى انا اللي كنت قريب منك فهمتيهم انك ما كنتش بسأل عليكي ولا كنت بجيلك. ليه يا امي؟ السبب ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ ساعتها الام قالت لهم جه الوقت اللي تعرفوا فيه الحقيقة. انا ما كنتش عايزة ابقى زي امي اللي ماتت وهي لوحدها، لان كلنا كنا بنحبها، لان كل واحد فينا اعتمد على التاني. ده بقى يقول للتاني هيسأل، واختي بقت تقول اختي التانية هتسأل، وفي الاخر مفيش حد سأل عليها، وفي الاخر امي ماتت لوحدها. هو ما كنتش عايزة ابقى زي امي وما كنتش عايزة اموت لوحدي، علشان كده قلت مش مهم تحبوا بعض، المهم تحبوني انا ويبقى ولائكم انتوا التلاتة ليا انا، وانتم التلاتة تبقوا تهتموا بيا انا اهتمام كامل، وكل واحد فيكم هيبقى عارف ان بعد ربنا ماليش غيره، وان بعد ربنا محدش بيسأل غيره. انا خفت لو انتم اطمنتوا اللي بره ما يسألش واللي متغرب ما يعبرنيش، هو ساعتها اللي جنبي هيقول اشمعنى هو ممكن ما يجيش يسأل عليا. ساعتها الولاد التلاتة حسوا انهم تفكير امهم غريب، هو ازاي قدرت تعمل كده؟ هو ان المفروض التلاتة يتصافوا مع بعض، وفعلا اتصافوا مع بعض، لكن هما التلاتة شالوا من امهم قوي، قلبهم شال من امهم لانهم مش بقى حاسين ان دي امهم اللي المفروض ان هي كانت تحببهم في بعض، وان هما مش هيقدروا يأمنوا لها بعد كده او يصدقوها. وساعتها قالوا لها على الصندوق اللي شافوه، هو قالت لهم لما اموت انتم التلاتة تتقسموا فيه انتوا التلاتة، لان انا شارياه بفلوسكم انتوا التلاتة. دلوقتي الام بتقول انا بعد ما عرفوا الحقيقة ما بقوش يسألوا عليا واتغيروا معايا، ممكن اقعد بال10 ايام مفيش حد يسأل عليا، حتى ابن اللي جنبي كان بيجي وبيبعت ولاده بقى بيجي نص ساعة كل 4-5 ايام، هو ما بقاش حتى يبص في عينيا. كتير كلمتهم قوي وقلت لهم انا معذورة انا معذورة،
بس هما ما اقتنعوش، واعترفت بغلطي ليهم، لكن هما ما سامحونيش. قولولي اعمل ايه؟ ورا كل باب اسرار كتير خلف الابواب المغلقة.